ابوه الباشا قال له انت هتجيب لنا العار، وطرده من البيت واتبرى منه علشان يحافظ على سمعة الأسرة الكريمة. وبعد 30 سنة الملك فاروق بنفسه سلم عليه وقال له برافو يوسف بيك وهبي. اتولد يوسف بيك وهبي سنة 1898 وسط عيلة أرستقراطية كبيرة في مصر. والده كان المهندس عبد الله باشا وهبي، أكبر أعيان الفيوم وكبير مفتش الري في الصعيد، وكانت من أهم أعماله شقة ترعة وهبي اللي موجودة في الفيوم، واللي كانت السبب في استصلاح آلاف الأفدنة الزراعية واللي ما زالت موجودة لحد وقتنا ده. في يوم من الأيام والده عبد الله باشا كان ماشي في جنازة واحد من معارفه في القاهرة، فجأة شاف صورة قدامه على الحيطة واتصدم من اللي شافه، حط ايده على دماغه وقال يا للصاعقة. اظن عرفنا يوسف بيك وهبي بيجيب لازماته منين. المهم انه قعد يعيط بحرقة شديدة جدا قدام الناس، فسأله واحد من اللي كانوا ماشيين في الجنازة وقال له خير يا عبد الله باشا، هو المرحوم كان غالي عليك قوي كده؟ فرد واحد تاني كان عارف الموضوع وقال له ولا يعرفه، ده بيعيط يا سيدي على ابنه اللي اشتغل مشخصاتي. الصورة اللي على الحيطة كانت عبارة عن إعلان لمسرحية حنجل بوبو، أول عمل فني ليوسف بيك وهبي، واللي فشلت فشل ذريع. فشلت بسبب الناس اللي كانت بتحضر الرواية. الناس كانت بتتريق على المسرحية، وفي الآخر كانوا بيحدفوه بالطماطم والبيض الممشش وهو على المسرح، وكانوا بيستنوه بالبرسيم كل يوم قدام باب المسرح تريقة على واحد من مشاهده في المسرحية. وفشلت المحاولة الأولى فشل كبير. وبغض النظر عن فشل المسرحية، وقتها ما كانش بيتبص للموضوع على انه عمل فني، ولا كان بيتقال للممثل يا فنان زي دلوقتي. لا، الوضع وقت دخول يوسف بيك وهبي الفن كان حمادة تاني خالص. الممثل كان بيتقال له أراجوز، مهرج، مشخصاتي، لدرجة ان لو واحد مشخصاتي راح يسكن في بيت، الناس المحافظين اللي فيه بيعزلوا منه ويسيبوه فورا. الدولة نفسها ما كانتش معترفة بالفنانين، يعني المحاكم الشرعية مثلا ما كانتش بتقبل بشهادة أي فنان، لدرجة إن كان في مادة في القانون بتقول بالنص الطبال والزمار وكل من يشتغل في اللهو لا يصح الاستماع إلى شهادته. الفرق المسرحية اللي كانت موجودة وقتها كانت بتقدم العروض في ملاهي ليلية كجزء من فقرات السهرة، يعني مش مسرح مخصص، والموضوع كنت انت وشطارتك، يعني عرفت تجيب زبون هتاخد فلوس، ما عرفتش بالسلامة. وطبعا العائد للممثل كان ملاليم وحسب العرض والطلب، يعني لا احترام فن ولا مستقبل مادي. وقتها يوسف وهبي كان شايف ان ابوه عنده حق، بس في نفس الوقت كان شايف ان الفن هو الدنيا كلها، ومش دي ابدا قيمة المسرح اللي كان سبب في توعية الشعوب واثراء ثقافته في كل نواحي الحياة. وآمن برسالة المسرح وقرر ياخد الموضوع بدراسة، وسافر على ايطاليا مع صديقه شيخ المخرجين محمد كريم، صديق الضرب والطفولة، اللي كانوا دايما يهربوا مع بعض بالليل كل يوم ويلفوا على مسارح عماد الدين علشان يشوفوا العروض الجديدة. ووصل ايطاليا وقدم في المعهد العالي للمسرح، ودرس الموسيقى وفن الإلقاء والفلسفة والتاريخ وعلم النفس، واشتغل جنب دراسته ميكانيست في مسرح فرقة الممثل الإيطالي كيانتوني علشان يوفر مصاريف المعهد. ولما عرف كيانتوني بقصته وقتها اداله ادوار صغيره يمثلها في الفرقه، وبيعتبره يوسف بيك المثل وفنانه الاول والاخير. ومثل ادوار في السينما الايطالي وكان هيستقر هناك، لحد ما في يوم جاله جواب بيقولوا له فيه ان والده عبد الله باشا تعبان وعايز يشوفه. ساعتها رجع مصر وساب دراسته وشغله، لكن للاسف اتوفى عبد الله باشا قبل وصوله. بس اللي هون عليه وقتها ان هم قالوا له ان الباشا مات وهو راضي عنه، ففرح ان والده سامحه ورجع يكمل دراسته وشغله في ايطاليا وباريس مع ستيفان روستي والمخرج المسرحي عزيز عيد. وبسبب الوضع في ايطاليا ومصر قرر ان هو يستقر هناك، لحد ما نصحه الشاعر احمد شوقي ان هو يرجع ويقدم الفن المقتنع بيه في مصر. ونزل مصر سنة 1923 وأسس فرقة تياترو رمسيس، واللي كانت بتضم المخرج المسرحي عزيز عيد، وكان معاه الممثلين التقال وقتها زي ستيفان روستي وروزا اليوسف وحسين رياض وحسن فايق وزينب صدقي ودولة أبيض وأمينة رزق. وانضم لهم العملاق المسرحي وقتها جورج أبيض، وأجر سينما راديو في عماد الدين وعمل فيها مسرح أوروبي. بدأت الفرقة بروايات مترجمة لعمالقة المسرح زي شكسبير، واهتم بكل التفاصيل اللي تقدر تعيش الممثل والجمهور، وحط قواعد جديدة تمشي على الكل بلا استثناء. بالنسبة للجمهور كانت أبواب المسرح بتقفل في الساعة المحددة للعرض بالدقيقة، وممنوع أي حد أيا كان هو مين يدخل بعد فتح الستارة إلا في الاستراحة. بيقول يوسف وهبي إن أول عرض كان بحضور 4 بس في الصالة، ومع ذلك قفل الباب وفتح الستارة وبدأ العرض، على الرغم من إن التذاكر كلها كانت متباعة. بس ساعتها الناس كانت بتروح في أي وقت، لأن كده كده كان معاهم التذاكر. وحتى العرض نفسه كان ممكن يتأخر بسبب ممثل،
القاعدة كانت ماشية على الكل بالمعنى الحرفي. بتقول زوزو نبيل إن حافظ باشا عفيفي مرة راح يحضر عرض للفرقة ووصل متأخر. العامل اللي واقف بره منعه من دخول المسرح وخلاه يستنى في الصالون لحد الاستراحة. ولما كلم يوسف وهبي وحكى له على الموقف ده وقال له ازاي انا حافظ عفيفي اجي احضر عرض وتمنعوني من الدخول، رد يوسف وهبي وقال له ايوه يا باشا انا اللي مدي الاوامر، لانك لو بتحترم يوسف وهبي وبتحترم المسرح اللي انت جاي له كنت جيت في ميعادك يا باشا، ولو ابويا طلع من تربته وجه متاخر برضه مش هيدخلوه، لان هي دي الاوامر اللي انا مديها لهم. والوضع كان بالظبط مع الممثل، وحكم على الكل يحترموا مواعيد العرض والبروفات، واللي كان بيتأخر منهم كان بيبدأ من غيره ويسلمه في الاستراحة للجمهور علنا، وبيعرفهم ويقول لهم الممثل فلان ما احترمكوش وجه النهارده متأخر. بيحكي أنور وجدي إنه خد قلم محترم في مرة لأنه اتأخر على العرض واتخصم له 3 أيام، وقال لك بعدها حرمت اتأخر دقيقة على يوسف بيه. القواعد دي بقى بجانب إنه برضه منع الكلام من الجمهور أثناء العرض، ومنع الأكل والتدخين، والاهتمام بأدق التفاصيل زي الديكور الفخم والكراسي. الأزياء المناسبة للرواية كانت بتيجي مخصوص من إيطاليا، ودخل فكرة الموسيقى التصويرية أثناء العرض علشان يدخل الممثل والجمهور في القصة. كل الكلام ده بقى خلى فرقة رمسيس صوتها مسمع في السماء وسيطرت على المسرح المصري لفترة طويلة، وما كانش ليها أي منافس ما عدا فرقة واحدة، فرقة نجيب الريحاني، ودي فرقة كان بيغلب عليها الطابع الكوميدي، وبصراحة كانت التوب فيه. وطبعا القواعد دي فرضت احترام الكل للمسرح وغيرت كتير النظرة للممثل والمسرح عند الناس. الشغل المكلف بيفرق برضه، وزي ما عمل نهضة لقيمة المسرح المصري عينيه كانت بص على السينما برضه. قدم في العصر الصامت فيلم زينب سنة 1927، وكان من إنتاجه وإخراج صديقه المخرج محمد كريم، وكان بيحلم بمدينة سينما مصرية تنافس أوروبا وعلى غرار الاستوديوهات العالمية. فكر يعمل مدينة كاملة للفن وسماها مدينة رمسيس، مكانها دلوقتي مسرح البالون. الفكرة كانت إنشاء مدينة كاملة مجهزة بكل استوديوهات التصوير ودور للسينما والمسارح المغلقة والمكشوفة وأماكن للترفيه زي مطاعم وملاهي وغيره وغيره. مدينة على مساحة 17 فدان اشتراها بفلوسه، وساعده في الوقت ده زواجه من عائشة هانم فهمي أغنى سيدات مصر وقتها، اللي خصصت أكتر من $500,000 جنيه لإنشاء المدينة، وده كان رقم مخيف وقتها. وكان أول فيلم يتصور في استوديوهات رمسيس هو فيلم زينب، وما اكتفاش باللي عمله وخد خطوة تاني مجنونة تخلص على اللي باقي من ميراث الباشا. وقتها كان بداية ظهور السينما الناطقة في العالم، وبدأت بالفيلم الأمريكي مغني الجاز اللي صدر سنة 1927، وطبعا قرر ياخد السبق في إنتاج أول فيلم مصري ناطق في التاريخ، والكلام ده كانت سنة 1932. وكانت التقنية وقتها جديدة ومكلفة، وما كانش فيه استوديو مجهز في مصر لتسجيل الصوت أصلا ولا حتى في مدينة رمسيس، واضطر إن هو يسافر يصور في استوديو كلير في باريس، وكانت ليلة التصوير الواحدة بتكلف أكتر من 200 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها بخلاف مصاريف الإقامة والأجور. والمشهد اللي كان بيتصور كان بياخد 10 ساعات تصوير، فاضطر للسبب ده انه يرجع يصور بعض المشاهد الصامتة في مصر. واتعرض الفيلم في مصر يوم 14 مارس سنة 1932 في سينما رويال، وعمل ضجة كبيرة جوه مصر وبراها وحقق إيرادات كبيرة جدا. وكان من بطولة يوسف وهبي والنجمة الفرنسية كوليت دافي ودولة أبيض وسراج منير وأمينة رزق، ومن إخراج محمد كريم. وبدأت بعدها حقبة جديدة في صناعة السينما الناطقة في مصر، والفيلم خلص على اللي وراه واللي قدامه. في الوقت ده بدأت الخلافات تدب بينه وبين زوجته عائشة هانم فهمي بسبب الغيرة والمعجبات وعايرته بالفلوس اللي بتصرفها على المدينة والشغل، فخرج وقتها من البيت وحلف ما هيرجع تاني. وكانت الديون عليه في الوقت ده تقيلة قوي، فاضطر يوقف العمل في المدينة وما كملتش بالشكل اللي كان بيتمناه. وبعد رفض طلب الدعم من الحكومة قفل المسرح وحل الفرقة اللي خرجت أنور وجدي وفاخر فاخر وزكي رستم وأمينة رزق وزوزو نبيل ورائية إبراهيم وغيرهم من عظماء الجيل الأول للسينما المصرية. وكان أصعب يوم في حياته لما شاف المدينة بعينه محجوز عليها بسبب الديون وبسبب قضايا مرفوعة من عائشة هانم ضده، واتمنع من الدخول. وقرر ان هو يبدأ تاني من تحت الصفر، وبدأ ان هو يركز في السينما بس عشان يعوض خسائره. وعمل 13 فيلم في الفترة من 1935 لحد 1943، وبدأ يستعيد مجده من تاني لحد ما جت اللحظة الأهم في حياته اللي كانت بمثابة رد اعتبار لكل اللي كان شايف انه الدنجوان اللي جاب لأهله الكلام،
وخصوصا الطبقة الأرستقراطية اللي كان هو منهم. اللحظة دي كانت في العرض الأول لفيلم غرام وانتقام سنة 1944 من تأليفه وإخراجه وبطولته مع الفنانة أسمهان وأنور وجدي وزوزو ماضي ومحمود المليجي. الفنانة أسمهان بالمناسبة اتوفت في حادث سيارة في راس البر قبل ما يخلص تصوير الفيلم، واضطر يوسف بيك وهبي إنه يستعين بشبيهة تكمل بقية الدور. وبيقول من حسن الحظ إن الأغاني كانت اتسجلت، وغير النهاية السعيدة اللي من المفترض إنه كان هيتجوزها في الآخر وخلاها تموت في آخر الفيلم وهو اتجنن بيها، وعزف لحن في مشهد النهاية سماه لحن لم يتم. وحضر العرض الأول للفيلم الملك فاروق وسلم عليه بنفسه وقال له برافو يوسف بيك وهبي. وبعدها اتبرع الملك بمبلغ 500 جنيه لصندوق إعانة الفنانين اللي كان من اقتراح يوسف بيك، وتسمى الصندوق باسم أسمهان، ورسميا بقى يوسف بيك وهبي. وازدهرت سينما الأربعينات، وكانت مصر الرائدة في المجال ده في أفريقيا والشرق الأوسط، ورجعت تاني الشهرة والنجومية للبيه، وتحسنت الحالة المادية بفضل إصراره ودعم زملائه اللي ما أنكرش فضل حد فيهم عليه، وخصوصا أمينة رزق اللي باعت ذهبها علشان تساعده يجيب شقة يقعد فيها. وبرغم من خلافات ما نسيش برضه فضل زوجته عائشة هانم على الفن، وقال إن هي قدمت للفن كتير، وطول الفترة دي حبه للمسرح ما اتقطعش أبدا، وكان شغال في فرقة بما هي 150 قرش حبا بس في الفن، وعافر لحد ما رجع فرقة رمسيس تاني ووقفت على رجليها، وقدم فوق 300 مسرحية من يوم تأسيسها ما بين الروايات العالمية المترجمة والمصرية الخالصة. بعد النجاح الكبير للسينما المصرية في الوقت ده كان شايف ان هي الأبقى عن المسرح، لان هي طبعا بتتصور، فاقترح على الدولة تمول مشروع سماه مشروع التراث المسرحي، وهي انه يعاد تقديم كل اعماله واعمال باقي الفرق المسرحية القديمة وتتصور وتتحفظ كتراث مسرحي، وهتكون حاجة للجيل الجديد ويتعلم منها الفنانين الصغيرين. لكن للأسف المشروع ما تمش، وضاع مننا تراث فني كبير لا يقدر بثمن، ولحد آخر يوم في عمره ما فرقش خشبة المسرح. ومن بين كل الأحداث دي لما اختار يوسف بيك وهبي أصعب لحظة مرت عليه، اختار ال3 سنين اللي توقف فيهم لأسباب صحية عن الوقوف على خشبة المسرح، ووصل بعدها الاكتئاب واستمر معاه لحد الممات. وما الدنيا إلا مسرح كبير، جملة في الأصل لشكسبير، لكن فضل يوسف بيه وهبي يرددها طول حياته إيمانا منه بصدقها. كان شايف إن خشبة المسرح الصغيرة دي ما هي إلا دنيا مضغوطة تقدر تقدم وتناقش فيها جميع مشاكل الحياة، جملة فيها كتير من الحقيقة، أو هي وصف حقيقي للبشرية. البشر عبارة عن ممثلين ومتفرجين، في ناس بتاخد أدوار البطولة وناس تانية بتاخد دور الكومبارس، وفي متفرجين، وكل حد من دول وليه وصفته. يوسف بيه وهبي بقى كانت وصفته مختلفة، اتولد وببقه معلقة دهب، رماها وصنع لنفسه معلقة ألماظ من تعبه وشقاه، حقق ألقاب كتير على المستوى الشخصي ده بخلاف مسيرته الفنية الكبيرة، وحقق ألقاب عديدة تقديرا لجهده وفنه وفلوسه اللي ضيعها في سبيل إعلاء قيمة الفن والفنان في مصر. ومن أهم ألقابه لقب بيك من الملك فاروق، ووسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية من بابا الفاتيكان، وكان أول مسلم يحصل على هذه الجائزة عن مسرحيته كرسي الاعتراف، ووسام الأرز من الرئيس اللبناني بشار الخوري، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الجمهورية العربية المتحدة وقتها، ووسام الفنون من المملكة الأردنية الهاشمية من الملك حسين، وجائزة الدولة التقديرية من الرئيس الراحل أنور السادات، وألقاب أخرى كتير من تونس ومراكش وإيطاليا. ولما اتسأل يوسف بيك وهبي عن أقرب الألقاب لقلبه قال: أفضل أن أكون يوسف وهبي وأن أنال رضا الجمهور على أن أنال الألقاب. أخلص للفن وبقى عميد المسرح العربي، أخلص للجمهور وبقى فنان الشعب. الألقاب ما بتنتهيش والحكايات عنه ما بتخلص، ومحتاجين حلقات وحلقات علشان نعرف نوفيه حق.